محمد عباس، عضو الهيئة العليا لحزب التيار وعضو سابق في المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة. بالنظر للمواقف الأمريكية، هل ما زال الأمريكي يستطيع لعب دور الوسيط بين الفريقين في مصر؟ بالتأكيد احنا عندنا أزمة حقيقية بتقول ان امريكا لم تغب عن المشهد المصري منذ ايام مبارك حتى الآن. المشهد المصري بالعلاقات الوثيقة بالجيش المصري عن طريق الامداد بالسلاح والمساعدات العسكرية اللي شغالة، فبالتأكيد ليها يد طاولة للضغط عليها، وده ضد الاستقلال الوطني بشكل واضح. لكن للأسف هذا هو المشهد، عندما انحاز الجيش إلى طرف على اتجاه طرف أصبح هناك مفاصلة ما بين طرفين، لا يوجد أحد يضمن للآخر تحقيق هذه المطالب. فأعتقد أن أمريكا والاتحاد الأوروبي وأفريقيا هيكون ليها دور، الاتحاد الأفريقي هيكون لهم دور حقيقي في محاولة وضع ضمانات ووضع حلول للأزمة في ظل الوضع الحالي. تحالف دعم الشرعية يقول بأنه منفتح على حلول سياسية، ولكن وفقا للضوابط التي حددها عودة الرئيس وتكريس الشرعية إلى والدستور إلى غير ذلك. ما صيغة هذا الحل أو الانفتاح على حلول سياسية في ظل هذه الاشتراطات من قبل التحالف؟ يعني هو طبعا في أي مفاوضات كل طرف بيضع سقف مطالبه هي الأعلى بحيث يتفاوض عليها، لكن أنا أرى أن حل هذه الأزمة هي بتجويد مبادرة الدكتور العوا بشكل أو بآخر. الدكتور العوا يتحدث عن عودة الدكتور مرسي فيفوض رئيس وزراء بصلاحيات كاملة. أنا أرى أنه من الممكن أن نتحدث عن خروج الفريق السيسي وصبحي صدقي قائد الأركان من المشهد تماما مقابل خروج الدكتور مرسي، ويتم الاتفاق على الحكومة وتأتي الانتخابات في خلال 3 أشهر بشكل سريع، انتخابات الرئاسة قبل أي تعديلات على الدستور أو أي انتخابات برلمانية. أعتقد أن هذا الحل سيرضي الجميع. الآن عن تجديد وزارة الداخلية دعوتها للمعتصمين لفض هذا الاعتصام، عدم المتابعة القانونية، عدم الملاحقة، ترك الناس يخرجون من هذه الاعتصامات. يعني احنا متعودين من الداخلية على البلطجة بشكل حقيقي. يعني الداخلية لم تتغير منذ عهد مبارك، هي الداخلية هي كل تصريحاتها فهي كاذبة. نحن نثق في أن الداخلية كل تصريحاتها كاذبة، محاولة لإخلاء الميادين بشكل أو بآخر، ويتحدث عن تجمعات لا يتحدث عن اعتصامات بشكل مهم ولا يتحدث عن رمزية هذه الاعتصامات. هو يريد أن يخرج بأقل الخسائر الممكنة. أنا أعتقد أن أمام هذه السلطة الحالية التي تتحكم فيها الفريق السيسي بشكل حقيقي والعسكر بشكل حقيقي، اعتبرنا منتدى 7 أن هذا انقلابا عسكريا. أعتقد أن وزارة الداخلية أمامها فرصة واحدة لمحاولة فض الاعتصام، وسيحاولون هذه المحاولة في خلال هذه الأيام القادمة. إن فشلوا أعتقد أن الجميع سيرجع إلى طاولة المفاوضات وسيتم الاتفاق على رأي سياسي وحل سياسي يخرج الجميع من هذه الأزمة.